السلام عليكم يا احلى متتبعين، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ كنتمنى نلقاكم هذا الفيديو في احسن احوال، ومرحبا بكم معايا في وصفه جديده. اليوم غنشارك معكم كيكه بالكاوبيل اللي كتجي رائعه لا في الشكل ولا في المذاق، وكتجي هشيشه من الداخل ما تشبعوش منها. قبل ما نبدا الفيديو البنات ما تنساونيش بلايك وباشتراك وبشي تعليق يكون زوين بحالكم. مرحبا بالناس الجدد اللي انضموا للقناه ديالي، وشكرا لكم بزاف، وخليكم مع المقادير. هنايا بالنسبه للمقادير غادي نحتاج كاس ونصف ديال الحليب، وغادي نحتاج كاس ونصف ديال الزيت، وكاس ديال سنيده اللي كتعجبو الحلاوه يقيد يدير كاس ونصف. وعندي كاس ديال الكاوبيل، وعندي واحد دانوت نتاع الشوكولات، وعندي هنايا 3 ديال الخمارات حمر، وواحد لافاني، وعندي 4 ديال الكؤوس ديال الفورص، وعندي 6 ديال البيضات. هنايا البيضه البنات انا عندي صغير، داكشي علاش درت 6. وهنايا غادي نبدا على بركه الله، بسم الله. هنايا غادي ندير البيض. اول حاجه ندير البيض ونضيف عليها كاس ديال سنيده، وندير واحد لافاني، وهنايا غادي نخلطهم مزيان حتى يندمج البيض مع السنيده، ونرجع معكم. هنايا من بعد ما خلطت السكر مع البيض مزيان، ضربتهم مزيان مع البيض، هنايا غادي نضيف كاس ونصف ديال الزيت، وغادي نخلط مزيان، وغادي نزيد عليه كاس ديال كاوبيل، وهنايا غادي نخلط مزيان ونضيف عاد المقادير اللي بقاو لي. وهنايا زدت على الخليط كاس ونصف ديال الحليب. هنايا الحليب كيكون بدرجه المطبخ، وهنايا زدت دانات ديال الشوكولات. هنا غادي نخلطهم مزيان، ونرجع معكم باش ندير الفورس. هنا غادي نضيف 2 كيسان ديال الفورس. هنايا راني مغربلاها وموجداها يعني في الكيسان. هنا دائما انا كنعبر بالكاس ديال العنبه، وضروري الكاس باش تعبروا آه، المقادير به تعبروا الفورس. انا هنا خدات لي 4 ديال الكيسان ديال الفورس، وهنا كيبقى على حسب النوعيه ديال الفورس، كاين الفورس اللي كتشرب وكاين اللي ما كتشربش. وهنايا زدت ضفت عليهم 3 ديال الخمارات حمر. هنايا ضفت 3 ديال الكيسان ديال الفورس، والكاس الرابع غادي نبقى نزيدو تدريجيا حتى نحصل على الكيكه اللي بغيت. المهم هنايا البنات غادي نزيد نبقى نضيف نص كاس ديال الفورس، وبقى ليا نص. هنايا غادي نخلط الكيكه ونرجع معكم باش نديرها في المول. انا هنايا استعملت المون ديال الزاج، وانتم اي مون كان عندكم بغيتو ديروه فيه، سواء تاع الزاج او لا داك المدور او لا، المهم المون اللي بغيتو اللي متواجد عندكم في الدار ديروها فيه. هنا انايا استعملت المون ديال الزاج. هنا كيف كتشوفوا البنات بقى ليا غير نص كاس، هاني كنزيد تدريجيا باش هكا صافي الكيكه راها تقريبا راها كتتقال. وهنايا البنات انايا المون دهنته بالزبده، ودريت من فوقه كاوبيل، يعني باش ما درتش الفورس، في بلاصه الفورس درت كاوبيل. وهانتوما البنات هنايا شوفوا القوام اللي حصلت عليه ديال الكيكه كيفاش جات خفيفه البنات، ما درتهاش قاصحه ما والو، يعني جات هي هذيك. شوفوا البنات كيفاش جاتها ملي تطلعوا هكا، يعني تجي هكا صافي، يعني هكا تكون صافي الكيكه جات هي هذيك. المهم انا خدات لي 4 ديال الكؤوس ديال الفورس العبار بالكاس ديال العنبه. وهانتوما البنات المون راه اللي استعملت كبير نتاع الزاج، نتوما اي مون كان عندكم تقدروا تستعملوه، واخا تكون غير ديك غير الطاجينه يعني اللي كنطيبوا فيها المسمن وكلشي، يعني تقدروا ديروها فيها. هنايا البنات رفدت الكيكه في السما باش هكا نخرج لها داك الهواء.
ايوا هنا البنات غادي ندخلها للفران. انا هنايا استعملت غير الفران ديال الكاز. هنايا غادي ندخلها للفران على نار مهيله، وما نحلش عليها حتى ل 45 دقيقه، ونرجع معكم البنات ملي نخرجها من الفران. وهانتوما البنات من بعد ما خرجتها من الفران جات على هذا الشكل، كتجي منفوخه البنات وكتجي رائعه البنات. هنا بالنسبه للتزيين انايا درت نصف كاس ديال الحليب، ودرت معلقه كبيره ديال الكاوبيل، ودرت واحد الدانط ديال الشكلاط، ومعلقه ديال الزبده صغيره، ودرتهم فوق البوطه حتى طبخوا صافي، يعني اندمجوا مع بعضياتهم وطفيت لها. هنايا البنات وزينت باللوز مقلي ومهرمش. هنا غادي ندهنها مزيان داك الخليط مزيان ندخلو معاها. كان اللي درت لها تقابي هكا من هكا تقبتها شويه هكا غير بالموس، درت لها شي تقبات هكا. وهنا المهم انا غادي نزينها كامل، نشربها بالخليط ونرش عليها اللوز مقلي ومهرمش ونرجع معاكم. وهانتوما البنات من بعد ما زينتها هنايا غادي نقصها على شكل مربعات. هنا البنات انا ما خليتهاش كاع تحت، هنا يعني ديريكت ملي زينتها هنا صافي قصيتها بالموس، هنا قصيتها على شكل مربعات. وهنايا غادي نخرج واحد المورسو باش تشوفوا كيفاش جا الشكل ديالها من الداخل. الصراحه البنات جربوها وردوا عليا، راه الصراحه البنات كتجي هشيشه من الداخل، والله ما تشبعوا منها. كتجي خفيفه بزاف من الداخل، ما كتجيش يعني معبزه من الداخل، ولا كتجي هشيشه بزاف، كتجي كيف البونجا. قسما بالله البنات وتجربوها ما تشبعوا منها. جربوها البنات وردوا عليا في التعاليق كيفاش جاتكم. شوفوا البنات كيفاش كتجي منفوخه وهشيشه من الداخل. المهم البنات هذه هي الكيكه اللي صاوبت معاكم اليوم. شوفوا هكا غادي يعني شوفوا كيفاش ملي كان نقلع منها، شوفوا كيفاش جايه من الداخل. هنا ما خليتهاش كاع ترتاح، انا ديريكت قصيتها كيف كتشوفوا مازال يعني حاميه بزاف. ايوا هنايا البنات هذه هي الكيكه اللي صاوبت معاكم، كنتمنى تجربوها وتردوا عليا في التعاليق. وشكرا لكم بزاف على المتابعه ديالكم، وكنتمنى تخليوا لي شي تعليق يكون زوين، وتبارطاجيو القناه ديالي فضلا وليس امرا. وشكرا لكم بزاف، والى وصفه قادمه ان شاء الله.